خاوتنا السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما والعصافير تاعكم. كيما عودتكم خاوتي هاوليك الفيديو تاع باش نوريكم الترويض. هي نوريكم طريقه الترويض. تبع الطريقه ماشي سما كي نوري لك الحبوب هذو تقول سي بون نجيب الحبوب نقدمهم في يدي الحسون حيبدا ياكل. لا هي صح، هاد الحبوب يساعدوا في الترويض ومنا، وكذلك كما نقولوا يحبهم الحسون بزاف. تما نتايا لازم تتبع الطريقه قبل باش تلقى نتيجه، ماشي تروح تشد الحبوب هذوك تعطيهم ديالك الحسون كما قلت لك في يدك ومن بعد ما ياكلش منهم تقول لي ما كاين والو منا. انا دائما خاوتي كل ما نبحث حاجه، كل ما نعرف حاجه، كل ما نكتشف حاجه زعما هكا في التربيه كيكون انا نربي تجربه هكا نشوفها انا بعيني ولا نشوفها عند صحابي وعطات نتيجه سما نشوفها بعيني، ماشي زعما قال لي يحكوا لي عليها ولا نسمع هكذا خاوتي. راني نجيبها ونديرها لكم كما راكم تشوفوا خاوتي. هنايا اولا كي تحط الحسون كما قلت لكم ماشي تدخل ليه ديريكت نتايا تعطيلو في يدك ولا تدخل يدك داخل القفص، هذا كله تعذيب الحسون وما راحش يكون مرتاح خاوتي هكذا. وكما راكم تشوفوا منا هذا المعلف راه فيه التراب، والمعلف اللي من هيك فيه الاكل خاوتي. هذه ما كاين لا تجويع لا والو، باش ماشي تجي تقولوا لي التجويع خاص بزاف عباد كما نقولوا ان بعض الظن اثم يجي لك هاك تجوع خويا انا كنت جيت نجوع نقول لك نجوع ورا المشكل. المهم خاوتي كما راكم تشوفوا تحط لهم المعلف، لازم يكون عندك معلف هذاك تاع الاصبع هذاك باش تسهل لك الخدمه. تحط الحبوب هذوك تخليه حتى ياكل يذوق منهم، الحسون كي يذوق منهم الحبوب خلاص يعجبوه ثم يولي غير يحوس كيفاش ياكل منهم. هاي الطريقه الثانيه كما راكم تشوفون دوكا درت يدي في المعلف باش هي دائما تعرف بلي مصدر الاكل هذا هو صباطيه هو يدي باش ما تخافش منهم. كما راكم تشوفوا خاوتي هكذا نخلي يدي اصبعتك لاصقين في المعلف وتخليه ياكل، تخليه خاوتي يسمى نقولوا من 2 دقائق حتى 3 دقائق حتى تشوفوا بدا ياكل مليح. وتزيد تلاحظ بلي يحسون خلاص عجباتو الاكل هذاك، كتلاحظ بلي خلاص بدا كلا منها بزاف باش كيما نقولوا هو مش حيشبع منها تبقى تمدلو فيها نهار كومبلي، يبقى ياكل فيها نهار كومبلي. تما واش راح دير تعاود تنحي المعلف دائما وشغل تلعب به بيدك هكا باش تعرف بلي انت لك يعرف بلي انت لك تتحكم في هذا، انت لك تمدلو في هذا الاكل. تعاود تطبع له المعلف زيد يشوف هو ما يتقلقش كامل من يديك، واللي ما يتقلقش يولي يشوف بلي هذاك يدك هي مصدر الاكل هكذا خاوتي. انا اشترت لكم في الاسمو في القناه اكثر من طريقه تاع الترويض، بس هكا اللي ما خدمش بالطريقه الاولى يخدم بالطريقه الثانيه وهي رايحه. ولكن هذه الطريقه خاصه الحسون تقدر تستعملها مع الكناري، انا سيتها مع الكناري، لكن الحسون سما هو اللي صعب في الترويض. بهذا الحبوب ان شاء الله خاوتي راح تسهل لكم اي حسونه خاوتي. وانا حنسيها في الانثى الصيد الجديد هذيك دوك في اخر الفيديو نوريكم كيفاش تاهلها للترويض، ماشي تقعد تبدا تروض فيها ديريكت. تما درتو خصيص انا مازال حنكمل معها الطريقه تاع النافذه ومنحطها مع النافذه برك حنوريكم. كما راكم تشوفوا هذه هي الحبوب خاوتي زريعه الشوك خاوتي، هذه هي يموت عليها الحسون صح غاليه خاوتي، دير 250 الكيلو ولا بصح واش تشري انت هكذا قليلا تكفيك خاوتي. وخاصة خاوتي نعطيك واحد العفسة يخدموا بها كذلك، تبيتها في الماء خاوتي وغدو من داك تجي تلقاها شغل طرية غير يذوقها الحسون خلاص يهبل عليها هكذاك يولي غير يحوس عليها خاوتي. وكما قلت لكم ما تقلقوا ما والو، حط الحسون هكذا عندك. المهم كيكون عندك وقت فراغ هذيك تخدم مع 3 خطرات في الاسبوع خلاص. انا نقول لك تسمى من الخطره الاولى حيولي ياكل من يدك ما اي حسون. شنو هذيك الصيد الجديد مازال ما سيتهاش معها، دوك نسيها معها ندير لكم الفيديو. كيما راكم تشوفوا خاوتي هنايا هذه الانثى هذه كيما نقولوا مربيه جان خاوتي، لكنها كيما نقولوا خلويه. كيما راكم تشوفوا كانت تخاف شويه رجعتها ما تخافش، رجعتها بيان منها شغل مع الترويض ومنها، ولكن ما لحقتهاش باش تاكل من يدي في هذه الحلقه. دوك تشوفوا خاوتي هاي لك شغل تخاف من يدي كي نقربها بزاف، لكن دو غير تلاحظ بلي الاكل تما طلع انت ماشي كي تشوف هكذا تخبط منه خلاص جبد يدك، خلي يدك كيما نقولوا الصاف دو غير تشوف هذاك الحبوب كيما نقولوا ما تقدرش شغل تتحمل هذاك ما تاكلش هذاك الحبوب. وبعد خلاص تبدا تاكل فيهم من يدك خلاص شغل تعرف بلي هاي كيما كنت تلاحظوا لاحظت بلي هذوك الحبوب هي كانت تجي منا طلع المعلف الاخضر لو في يدي منا. ومن بعد شافت الحبوب هذوك كي تشوف الحبوب هذوك خاوتي تبدا تاكل منهم خلاص، تبدا تاكل منهم. انت دائما خلي يدك
خلي يدك ما تحركهاش، خليها حتى تاكل تكمل الحبوب اللي في يدك. وابقى دائما تعاود لها حتى وقتاش تعرفها بلي تروضت تولي هي تسناك خاوتي. تولي دوك في الاخر الفيديو نوريكم تولي هي خاوتي تجي المكان اللي تحط فيها الصبع ديالك، تولي تجي تما تعرف تبقى تسنى في صبعك تما شغل هي تولي تطلب في الاكل. تما عرف باللي خلاص هي تروضك، تقدر حتى تدخل يدك في القفص، لكن ما عندك حتى كما نقول ما عندك حتى فايده تدخل يدك في ابار اللي انت حبيت تروض هذا الحسون تولي تخرجوا من القفص وكذا. تما هذه هي الطريقه كي تولي تتبع صبعك خلاص تولي حتى تقدر تنادي لها تجي لك خاوتي. كما قلت لك ابقى غير كل ما يخلصوا الحبوب زيد تقدم لها، يخلصوا الحبوب زيد تقدم لها. نقولوا في النهار ديرها لها هكذا شغل كثر لها خلاص باش توالف. هاي توالف هذيك توالف هذيك ماشي توالف الزريعه، توالف هذيك الحركه هذيك هي تولي هي تجي تما الاسلاك القفص وتسناك باش تمد لها الاكل. تما عرفها بلي تروضت خاوتي تولي ديريكت مباشره غير تحط يدك هي تجي تاكل. اخي ما كنت تشوف انا مازالها خايفه خاوتي، لكن دوك نبقى انا كل ما تكمل نزيد لها باش توالف خاوتي. وهذه هي خاوتي كما قلت لكم لا تجوي على والو. رفدت القفص حطيته عندي ووريت لكم الطريقه. هذا المعلف من تاع التراب والمعلف اللي راهو من هيك تاع الاكل. دوك هنا نرفد الهاتف تشوفوا خاوتي هكذا خاوتي. لا تتبعوا الفيديو دوك كي تلحق اللقطه نكمل معكم. هاي لي خاوتي دوك هنايا كما كنتم تشوفوا المعلف تاع الاكل من هيك. وهاي لي خاوتي دوك تشوفوا شغل بلي الانثى خلاص تكالمات دوك تولي تحول صغيره على يدي. هنا بعد كما نقولوا استخدمت معها دوك تولي وحدها تجي تاكل. وحتى كما قلت لكم تولي تسناك هكا عند تجي وين ما تحط لها صبعك تجي تما تسناك باش تاكل. وكما راكم تلاحظوا مني خواتي كما قلت لكم الانثى هذيك الصيد جديد لي من هيك شغل راني نهيئ فيها نحطها امام الانثى هذه كي تشوفها هي تاكل من يدك وتشوفها ما تخافش خاطش الحسون يلاحظ خاوتي كلش. تما هي دوك تلاحظ باللي هذيك ما شكلت لها حتى خطر خلاص هي تاني تتكالما. دوك تشوفوا دوك هي مقلقه شويه، لكن دوك مع الوقت تشوفوها كيفاش تكالمات وتجي حتى لجهه المعلف اللي منه تبقى تخزر تبقى تلاحظ واش كاين. كي تشوف هي هكذا ومن بعد نفس الطريقه هذه اللي من نخدمها مع اللي من هي. لكن كما قلت لكم انا مازال باش نخدم هذه الطريقه حتى تما نشوفها بلي تكالمات مليح نكمل لها العفسه تاع النافذه. نولي كل ما نوض صباح نحيها من بلاصتها نحطها في النافذه ونخليها. المهم كما قلت لكم ما تكونش الشمس المباشره. كي نخدم معها حتى 10 ايام هذيك تاع النافذه نخدم لها تاع الترويض هكذا. ومن بعد خلاص ومن بعد كي نكمل ترويض نوريكم كيفاش التجربه اللي قلت لكم راح نديرها باش نسيو اذا تنتج لنا في الرابع اذا تجهز ولا ما تجهز بالعقليه تاع بهذيك الطريقه تاع قفص كبير على شكل سلاكه ندير فيه الاغصان نخدموا لا شغل اللي راهي في الطبيعه ونشوفوا التجربه. حنا نجربوا خاوتي انا ماني نجرب وحاجه اللي كاينه نقولها لكم ومنها نستفادوا هكا. كما كنتم تشوفوا خاوتي هنايا بدات خلاص شوف قربت مني خلاص. ومن بعد كي كملت معاها خاوتي كما قلت لكم تولي دائما هي تستناك خلاص تعرف باللي شوفوا خلاص الاكل قاعده غير تحوس عليه. كما راكم تشوفوا خاوتي هاي لك الانثى مازالها مستريسيه شويه كي قربتها مني كانت كي نقربها مني اكثر من هكا تخبط. لكن دوك تشوفوها خاوتي هاي دوك تجي من جهه القفص منا وتتكالما تسمى كما نقولوا يتنحى لها هذاك القلق ومنا تبدا خاطش الحسون هو خاوتي كي كما نقولوا يثبت ومنا تما يبدا يلاحظ واش كاين المحيط اللي امامه تما يبدا يتعود. وهذه هي الطريقه خاوتي. والحبوب كما اللي قلت لكم عليها زريعه الشو خاوتي دوكا ماهيش متوفره في الطبيعه لكن تقدر تشريها باش تروض بها. هي دوك مازال حتى بدايه الشتاء منا تبدا تنوض ومن تبدا تلقى دوك كما كنت تلاحظوا هاي لك الانثى خاوتي هاي تاكل في التراب ومنها تخزر وتما بدات تكالما. هذه هي الطريقه اللي تخدم معها دائما كي تكون عندك انثى ماشي مروضه تشوف كاش ذكر ولا انثى مروضه
وتبدا تخدم مع هذاك المروض وتخلي هذاك يشوف شغل تهيئوا. وهذه هي خاوتي، ولا تنسوا تدعيم القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.